السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم النهاردة في فيديو جديد. معانا ريسيفر كيو ماكس 3 ساعات، ده فاصل إشارة. هنفك الريسيفر مع بعض كده. ونبدأ نشوف ايه سبب فصل الإشارة. تقريبا اي سي الإشارة متفحم عندنا. هات لي الميكروسكوب يا عم. زي ما احنا شايفين كده، اي سي الإشارة متفحم. سبب تفحم اي سي الإشارة شورت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما احنا قلنا قبل كده، سبب تفحم الاي سي بالمنظر ده او حدوث شورت عليه بيبقى سببه دايما شورت في سلك الدش، شورت على مدخل ال ان بي. هنبدأ نرفع الاي سي ده كده مع بعض. حبة فلكس. ماشي. طيب احنا كده رفعنا الاي سي، بس زي ما احنا شايفين في تراكات بتترفع معاه. طيب هنبدأ نعمل ايه؟ هنجيب مشرط من عندنا ونركز في الخطوة دي عشان نحاول نحافظ على الرجل دي سليمة. هنثبت الاي سي تاني كده، وهنيجي على الرجل من فوق ونحاول نفصلها. ايوه كده. انا كل اللي عملته بالمشرط فصلت الرجل وسبتها موجودة على البورد علشان التراك ما يطيرش بحاله معايا. هنبدأ نجيب حبة فلكس المنظر ده كده، نجيب المكوة بتاعتنا وهنجيب الأسدير، هنعدل كده ونحاول نرفع الرجل دي في سبيل ان انا نحاول نحافظ على الرجل بتاعتي. تمام كده، الرجل اترفعت معايا والتراك موجود. هنبدأ نمسك الافو على وضع الصفارة، نتأكد ان مفيش مكثف شورت عندنا ولا حاجة. الام 7 تمام. اول رجل تمام 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 تمام. هنا ارضي، وهنا الاشارات بتاعت التفعيل الافقي والرأسي. تمام. هنبدأ برضو نفحص المكثفات، زي المكثف ده كده واصل مع الرجلين دول، نتأكد ان مفيش شورت عليه. تمام تمام. هنبدأ نركب الاي سي الجديد. نحط حبة فلكس صغيرين. انا عندي اتجاه تركيب الاي سي العلامة هنا على البورد اهي. هنبدأ ننزل بالاي سي بتاعنا. كده احنا ركبنا الاي سي بتاعنا. نحاول نتأكد ان الرجول بتاعتنا ملحومة كويس. لو ركزنا هنا هنلاقي فيه كرة أسدير
نحاول ننظف بالفرشه بتاعتنا كويس عشان ما يحصلش اي عمليه تلامس معانا. وهنمسك الافو على وضع الصفاره ونتاكد ان مفيش معانا صفاره على رجول الاي سي. اهم حاجه نتاكد ان مفيش عندنا صفاره على رجول الاي سي. هنبدا نوصل باور. كده انا وصلت باور. هات لي هنا يا عمرو الريسيفر. انا وصلت باور للريسيفر بتاعي. هنبدا نتوجه على مدخل LNB. انا عندي هنا 13.8. هات لي الافو. كده فولت الاشاره طالعه معايا سليم، مفيش فيه اي مشكله. تعالى لي تاني. هنبدا نوصل العدسه بتاعتنا بالمنظر ده كده. نوصل صوره. ونبدأ نشغل الريسيفر بتاعنا. المفروض الصورة هتظهر معانا هنا على الشاشة اللي قدامنا. الريسيفر بيحمل، كاتب لي هنا بوت. كده الريسيفر فتح معانا. هات الشاشة يا عم. كده الريسيفر فتح معانا. هنبدأ نجيب قناة المجد أول حاجة. هنوصل سلك الإشارة زي ما احنا شايفين. قناة المجد اشتغلت معانا. ده تردد في. هننزل على السعودية أو مكة المكرمة تردد H. كده الحمد لله الإشارة بتاعتنا اشتغلت. تعالى لينا يا عم. الريسيفر الحمد لله راجع تاني اشتغل. طبعا الريسيفر ده كان فيه، هات الميكروسكوب. حصل انفجار او تفحم في الاي سي الاولاني، عمل تآكل معانا في الرجل. ولو رفعت الاي سي مره واحده هنضطر التراك ده هيتخلع معايا من البورد، وهنضطر ناخد جمبر من هنا لهنا. انا ممكن نحاول نتعامل بالراحه. خدت مشرط حامي عندي زي ده ونزلت على رجل الاي سي، فصلت الرجل نفسها من الاي سي وسبتها على البورد. زودت تسدير على البورد ورفعت الرجل بتاعتي. الحمد لله الريسيفر وصل معايا واشتغل تمام. اتمنى ان الفيديو يكون مفيد. ما تنسوناش في لايك واشتراك وتعليق. شكرا.